في دعوى صحة توقيع متاخدة على العقار، برضو تتأكد من دعوى صحة التوقيع دي وتقدر تسأل عليها في المحكمة موجودة أو مش موجودة. رقم 3 تراجع التوكيلات نفسها بتاعة العقار نفسه، تتأكد إن التوكيلات دي موجودة برضو ولا مش موجودة، لأن أنت لو ما اتأكدتش من الحاجات دي كلها ممكن يبقى في حاجة في النص مش موجودة. لما أنت بتشتري العقار برضو لازم تاخد بالك من نقطة، وأنت بتمضي على العقد بتاع البيع لازم تخلي بالك إن عقود البيع دي متوقع عليها في كل صفحة من صفحات التوكيل صفحات العقد عذرا، علشان لو العقد نفسه مش متوقع عليه بشكل كامل في الحالة دي ممكن أستاذة سما، ليه السب الإلكتروني العلني بينزل جلسة عكس السب على الخاص بيتحل؟